تحدث عن هذه التجربة الانتقال. نعم. من السنغال إلى المغرب. الانتقال دائما صعب، يعني لا يمكن أن تندمج في الوهلة الأولى، لكن ما ساعدني أكثر والذي لا يخفى على أحد وهي اللغة، لأن اللغة يعني كنز. عندما تملك اللغة تملك كنزا عظيما جدا. فهناك مقولة مشهورة تقول بأن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، لكن أنا أرى بأن من تعلم لغة قوم كسب ودهم. الله. مثلا عندما جئت إلى هنا لاحظت أنني عندما كنت أتكلم مع مغربي بالفصحى أشعر بنوع من الانشراح في وجهه، يعني وأشعر بأنه يريد أن يحتضن. نعم، يفرح. نعم، يسعد بهذا، لأنه أولا يرى واحد اللغة العربية ليس لغة أمه، لكنه تعلمها حتى استطاع أن يتكلم بها يعني وبطلاقة. نعم، بطلاقة. وحتى في كثير من الأمور كانت تساعدني، يعني حتى مثلا في الأمور الإدارية وفي أنت ترى بأنهم عندما يرونك تتكلم اللغة العربية يريدون أن نعم أن يدمجوك، نعم، يساعدوك أكثر. نعم.